ودي كانت ام علي بتاعتنا اول ما خرجت من الفرن. جربوها وقولوا لنا في التعليقات طلعت معاكم عامله ازاي. بصوا عامله ازاي تحفه. بصوا الطبقه اللي على الوش لوحدها، بصوا عامله ازاي جميله، مش قادره اقول لكم طعمها عامل ازاي، تحفه. اهلا بيكم في مطبخ حاجه حلوه. لو اول مره تشوفونا اشتركوا في القناه وفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكم كل وصفاتنا الجديده. النهارده هنعمل كده حاجه حلوه سريعه في 10 دقايق بالظبط تكون جاهزه معانا. ام علي طبعا طبق كل الناس بتحبه وبتفضله جدا. يلا بينا نبدا بسرعه بمكوناتنا. اول حاجه هتكون معانا الملفي بتلاقوه موجود كده بالكيلو، بيتباع عند محلات مستلزمات الحلويات. تقدروا بقى تجيبوا نص كيلو زي ما انتوا عايزين، ولو مش متوفر الملفي برضو تقدروا تستبدلوه بحاجات تانية، يعني زي مثلا الرقاق، بس طبعا هو طعم الملفي بيبقى اغنى واحلى، وهي اصلا ام علي بتتعمل بالملفي. فانا جبت اهو، دي طبعا نص شريحه ملفي يعني مش مكمله ربع كيلو، وكسرتها في الطاجن ده. طبعا تقدروا تزودوا الكميه على حسب عدد افراد الاسره زي ما انتوا عايزين، تقدروا تعملوا اكتر من طاجن، برضو تقدروا تعملوه في القوالب البايركس او اي قالب بيدخل الفرن. ده عندنا الملفي، ده اول مكون معانا. بعد كده معانا معلقتين كبار من جوز الهند، ومعلقه كبيره من الزبيب، نص كوبايه من السكر، وكوبايه من الكريم شانتيه. ومعايا هنا عارفين وش اللبن ده، وش لبن القشطه اللي هي بتبقى على وش اللبن دي، انا لميتها وجمعتها بتدي طعم حلو قوي لام علي. ده نص كيلو من الحليب المغلي لسه غلياه دلوقتي حالا. النص كيلو هيكفي الطاجن اللي معايا ده. طبعا لو زودتوا الكميه بتزودوا الحليب على حسب الكميه اللي معاكم. اول حاجه هنعملها ان احنا هنبدا باضافه السكر في الحليب بالشكل ده كده، نفضيه وهنقلبه. طبعا لو عملتوه بالحليب اللي هو السايب بيكون افضل من الحليب المعلب، بيبقى طعمه احلى بكتير وغني كده، وبتبقى القوام بتاعها بيبقى مظبوط قوي مع الملفيه. اهو هندوب فيه السكر زي ما انتم شايفين كده. هبدأ ان انا اضيفه على الملفيه بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده. هم ما تفكروش ان هو كتير، لا ده هو اصلا هتلاقوا الملفي دلوقتي شرب اللبن كله. وهنضيف عليهم الزبيب. طبعا لو عايزين تضيفوا اي نوع مكسرات متوفر عندكم، يعني انتوا تقدروا تضيفوا بندق ولوز وعين جمل زي ما انتوا عايزين، برضو بتخلي طعمها اغنى. بس انا الولاد عندي ما بيحبوش المكسرات دي، فانا بحط الزبيب وجوز الهند بس. بنحطها كده وبنديها كده تقليبه بسيطه مع المكونات بتاعتنا، وهركنها على جنب كده شوية لحد ما احضر الوش بتاع ام علي. الوش بتاعنا عبارة عن ايه؟ هجيب معايا نص كوباية من الكريم شانتيه وهنزل بيها كده، وهحط عليها نص كوباية من المية المتلجة. في ناس بتحب تحط لبن، بس انا بشوف ان المية المتلجة افضل من اللبن مع الكريم شانتيه، بتدي قوام افضل واحسن. اهو، وهنضربهم كويس كده بالمضرب السلك، او لو المضرب الكهربائي متوفر زي ما انتوا عايزين، بس هي المضرب اليدوي هيدي نتيجة كويسة وهيخلص بسرعة ان شاء الله. اهم حاجة بس لما تضربوا الكريم شانتيه مش شرط انكم تقلوه قوي، يعني احنا مش عايزينه تقيل قوي، عايزينه يكون وسط كده عشان يدخل في مكونات ام علي، برضو ما يبقاش على الوش بس، بيدي طعم حلو جدا. بصوا ده القوام بتاع الكريم شانتيه اللي انا محتاجاه، انا مش محتاجاه يتقل عن كده، هو كده كويس جدا اهو. وهنبدا ان احنا نضيفه على ام علي. بصوا لما ركننا شويه الطاجن الملفيه شرب اللبن، وبقى اللي متبقي حاجات بسيطه. شايفين عامل ازاي؟ عايزه اقول لكم ام علي خطيره جدا جدا وسهله، وحاجه يا ماما عايزين حاجه حلوه 10 دقايق بالظبط تكون جاهزه معاكم. وهننزل بيها كده، هنغطي الوش بتاع الطاجن كله بالكريم شانتيه زي ما انتوا شايفين كده اهو. كده احنا غطينا الوش كله. هنجيب بقى معانا القشطه بتاعت اللبن اللي احنا كنا شايلينها دي. طبعا لو مش عندكم تقدروا تستبدلوها بمعلقه سمنه او زبده من عندكم، بحيث بس تدي لون كويس على الوش. وهنبدا ان احنا
نوزعها كده على الوش. بس هي طبعا دي بتكون طعمها اغنى وبتكون صحية اكتر من اي سمنة تانية او زبدة فيها دهون مهدرجة او كده. وبس كده هندخلها الفرن تحت الشواية، مش هنحطها في الفرن، يعني احنا مش هنولع الفرن اصلا، احنا بس هنولع الشواية تاخد وش وبنطفي عليها. هدخلها الفرن واول ما هتطلع هوريها لكم عاملة ازاي. ودي كانت ام علي اول ما خرجت من الفرن. عايزه اقول لكم هي قعدت تحت الشوايه تقريبا 5 دقايق بالظبط. هي ما بتاخدش وقت كبير تحت الشوايه، وبتاخد اللون. شايفين لونها جميل وريحتها تحفه قلب البيت. بصوا عامله ازاي تحفه. بصوا الطبقه اللي على الوش لوحدها، بصوا عامله ازاي جميله. مش قادره اقول لكم طعمها عامل ازاي، تحفه. يا رب وصفتنا النهارده تكون عجبتكم. لو الوصفه عجبتكم اشتركوا في القناه وفعلوا جرس التنبيه، دوسوا لايك وشير وقولوا لنا رايكم في الوصفه. مع السلامه.